يا مرحبا وأهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير وأنتم عم تحضروا هذا الفيديو. اليوم رح نحضر مع بعض فطائر الكاستر بعجينة قطنية. خليكم معي لنشوف طريقة تحضيرها. لتحضير العجينة رح نحتاج لبياض بيضة، رح نفصل الصفار عن البياض ورح نخلي الصفار على جنب، رح نحتاجه بالمرحلة الثانية، ورح ضيف البياض بالعجانة، ورح نحتاج لبيضة كاملة، رح نخفقها، وبدنا نشيل منها معلقتين على جنب رح نحتاجه لدهن الفطائر. ورح أضيف عليهم 3 ملاعق سكر، وكوب إلا ربع حليب دافئ، ومعلقة صغيرة خميرة فورية، وبنخلط المكونات مع بعض لحتى تذوب الخميرة والسكر. هلا رح نضيف عليهم كوبين طحين، مقاس الكوب اللي استخدمته 250 ميلي، ونص معلقة صغيرة ملح، ومهم جدا ننخلهم. هلا رح نعجن المكونات كلها مع بعض لحتى تتماسك العجينة. وآخر إضافة عنا 25 جرام زبدة بحرارة الغرفة، وبنستمر بالعجن لمدة 10 دقايق لحتى تلم العجينة. هيك مثل ما شايفين صارت جاهزة. هلأ رح لمها، وبحطها بطبق مدهون بالزيت، ومنغطيها ونتركها لحتى ترتاح ويتضاعف حجمها. بهالوقت هذا رح نحضر الكاسترد. رح نضيف صفار البيضة اللي شلناه بالبداية، وبيضة كاملة، و4 ملاعق طعام سكر، ومعلقتين كبار نشا، وكوب حليب 250 ميلي، وما نحركن على البارد لحتى يدوب السكر والنشا. هلا رح نشغل النار، وبنستمر بالتحريك لحتى يتقل القوام معنا مثل ما شايفين. هلا رح ارفعهم عن النار واضيف معلقة صغيرة فانيليا، ومعلقة كبيرة زبدة، ومنحركهم لحتى تدوب الزبدة. هيك صاروا جاهزين. هلا رح احطهم بطبق، ومنغطيها بشكل يلامس السطح لحتى ما تتكون قشرة، ومنحطها بالثلاجة. وهون بعد ما تضاعف حجم العجينة رح نزلها على الطاولة، ومنرش رشة طحين، وبقطعها لقسمين، ورح نكورهم بهذا الشكل. ومنغطيهم ونتركهم من 5 ل10 دقايق. رح اخد اول قطعة ورشة طحين، وبفردها بالشوبك،
على شكل مستطيل تقريبا، وظبطت الأطراف. والكاسترد بعد ما برد راح اخذ نص الكمية وبحطها بالوسط، وبفردها بهذا الشكل، وراح اضيف عليها شوكولا شيبس. باخد اول طرف من العجينة وبتنيه على الكاسترد، والطرف الثاني مثل ما شايفين، وبحاول اسكر الاطراف كتير منيح. هلا بقطع على 3 اقسام متساوية، وفيكم تقطعوها بالحجم اللي بيناسبكم. هلا رح انقلهم على صينية للفرن، ممكن تدهنوها بالزبدة او تحطوا فيها ورقة زبدة. وهلأ راح نفرد القطعة الثانية من العجينة بنفس الطريقة. ومنغطين ونتركهم من 5 ل10 دقايق قبل ما ندخلهم على الفرن. لما نريح العجينة بكل مرحلة بناخد نتيجة أفضل. هلأ رح نشيل النايلون، وعنا هون المعلقتين البيض اللي شلناهم بالبداية، رح أضيف عليهم نقطتين فانيليا، وندهن الفطائر. ورح نضيف عليهم شرائح من اللوز، هاي اختياري. هلا رح ندخله على فرن محمى مسبقا على درجة حرارة 170 من 20 ل 25 دقيقة. وهون بعد 22 دقيقة طلعتها من الفرن، ورح نرش عليها سكر بودرة. هلا حنشوفها كيف طلعت من الداخل. شوفوا العجينة قديش قطنية وناعمة وشكلها بيشهب. بنصحكم تجربوها. ولهون بتكون خلصت وصفتنا لليوم. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أنا بنزله.